أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا مع حضراتكم من المقدمات، ثم انتهينا من أكبر درس بعد المقدمات وهو أصحاب الفروض. وقلت لحضراتكم أن أصحاب النصف 5: 1 البنت، 2 بنت الابن، 3 أخت شقيقة، 4 أخت الأب، 5 زوج. الفرد الثاني الربع، أصحاب الربع الزوج والزوجة. الفرد الثالث الثمن وأصحابه الزوجة. هذه أسرة، لأن النصف نصف النصف ربع، نصف الربع ثمن، ثمن وضعفه ربع، ربع وضعفه نصف. الأسرة الثانية ثلثان، ثلث، سدس. أصحاب الثلثان أصحاب الثلثين: بنتان فأكثر، بنتين لابن فأكثر، أختين شقيقتين فأكثر، أختين لأب فأكثر. أصحاب الثلث: الأم، الإخوة لأم. أصحاب السدس 7: الجد، الأب، الأم، جد الأب أو جد الأم أو واحدة منهن، أخ لأم أو أخت لأم، بنت ابن مع البنت التي أخذت النصف، أخت الأب مع الأخت الشقيقة التي أخذت النصف. بذلك نكون انتهينا من أصحاب الفروض. اليوم ندخل على درس كبير أيضا، وهو الدرس الثاني بعد المقدمات، وهو التعصيب أو العصبات. أنواع الإرث 2: الفرد يعني المقدر ربع، نص، تلت. فإن لم يكن له نصيب مقدر في كتاب الله فإنه يرث بالتعصيب. ما معنى التعصيب؟ حاز، حصل، أخذ باقي التركة بعد أصحاب الفروض. وإذا لم يوجد في المسألة غيره أخذ التركة كاملة. تعالوا كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، نكتب المثال. زوجة، بنت، أم. الزوجة في أولاد في فرع وارث، نعم، الثمن. البنت منفردة، نعم، النصف. الأم في فرع وارث، في فرع وارث السدس. كل هؤلاء أصحاب فرض، كل هؤلاء أصحاب فرض، أي لهم نصيب مقدر يأخذونه. لكن درسنا ليس هذا. درسنا إذا جئنا في النهاية وقلنا عم، إذا نظرنا للنصف لن نرى العم، الربع لن نرى العم، الثمن لن نرى العم، تلتين لن نرى العم، ثلث لم نرى العم، سدس لم نرى العم. إذا لم أرى في الست فروض، لكنه من 15 رجلا العم يرث. طب يرث ماذا؟ قلنا يأخذ الباقي. فلو قلنا التركة 24 جنيه، ثمن 24 3، نصف 24 للبنت 12، سدس 24 4، إذن 3 و12 15 و4 19، وأنا عندي 24 جنيه، إذن أخذ العم 5 جنيهات. إذن الزوجة 3، البنت 12، الأم 4، العم الباقي 5.
وإذا لم يوجد له شيء لم يأخذ شيء. مثال: زوج ثم أخت شقيقة ثم عم. الزوج رأيته في النصف ورأيته في الربع. متى يأخذ الزوج النصف؟ إذا لم يوجد فرع وارث. هنا لم يوجد فرع وارث. ما معنى فرع وارث؟ ابن 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 بنت بنت ابن لا يوجد، إذن سيحصل على النصف. أخت شقيقة رأيتها في النصف ورأيتها في الثلثين، هذه الفروض. هنا في أعلى منها. مين أعلى من الأخت الشقيقة؟ أعلى منها بنت الابن وابن الابن والابن والبنت والأب، لا يوجد. وعند الحنفية الجد لا يوجد. طب هل يساويها بنت أخرى؟ لا يوجد. هل يعصبها أخ شقيق؟ لا يوجد. إذا منفردة تحصل على النصف. كم تركة الرجل؟ 100 جنيه، 50 للزوج 50 للأخت. العم يأخذ الباقي لأن العم لم أرى في أي فرض من الفروض. السؤال: كم الباقي؟ لا شيء. التركة 100، أخذ الزوج 50 وأخذت الأخت 50 والعم له الباقي، فنقول لا شيء للعم لاستغراق، يعني انتهاء، لاستغراق أصحاب الفروض بالتركة. ومن هنا أكرر: صاحب الفرض من له فرض مقدر، انتهى. العاصب هو وارث من الورثة، إلا أنه لا يوجد له في المسألة نصيب مقدر. طيب ماذا يأخذ العاصب؟ يحصل على الباقي بعد أصحاب الفروض، وإذا لم يوجد باقي فلا شيء له. فلا شيء له. ندخل بعد كده في أنواع العصبات ونحكيها في حلقة قادمة. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.